وانت بترش عليهم ميه ليه؟ عشان يدي لمعه. لمعه. يعني كانت ايدك حاطه حاجات ولا كده؟ هو مش محتاج لما حاطه بيه بس. شفتوا الفيديو ده للاخر وجعتوا؟ اكتبوا لي بتتابعوني منين. انا من الناس لما احب اكل اكله حلوه وبعملها حلو احب الناس كلها تاكلها وتقول لي الله تسلم ايدك. يعني ايه انا اقول لك انا نفسي في حواوشي تقول لي لا ليه؟ قال لي عشان ما بحبهوش. طب انا بقى هخليك تحبه، مش هتحبه بس وكمان هتتصل بيا مخصوص وتقول لي تسلم ايدك يا سوبر ماما. ايه الحلاوه والجمال ده؟ بص الرغيف بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، اللحمه كده مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، متماسكه ببعض والطعم والريحه يا نهار ابيض. اللهم صل على سيدنا محمد. عملته اخر يوم رمضان وكان تحفه تحفه تحفه. اقول لك على كل حاجه تخلي جوزك يقول لك تسلم ايدك. والناس اللي هتاكل كل الحواوشي ده اوعي تنسى تفرحيني باللايك والمتابعه والشير عشان غيرك باذن الله يستفادوا وتنوروني على اليوتيوب والفيسبوك. يعني انا جوزي يقول لي لا على اكله بحبها انا والعيال ونفسنا فيها هنموت عليها. بصي احلى متابعين في الدنيا، هتجيبوا البصل بتاعكم تقشروه وتضربوه في الكبه وتحطوا على الكيلو اللحمه بتاعكم او على نص كيلو على حسب، وتنزلوا بالفلفل والبهارات بتاعتكم، مكعبين مرقه ومعلقه كمان معلقه توم كبيره، وتحطي كزبره وفلفل اسمر وكمون وكمان حبه كاري وشطه هريسه. مفيش يبقى شطه عاديه بس حطي حبه شطه حلوين كده عشان الحواوشي يبقى جامد معاكي، وكمان 5 معالق دقيق على الكيلو اللحمه المفرومه، والطماطم بتاعتك تقطعيها وتصفيها من الميه بتاعتها وتحطيها. تضيفي اي بهارات تانية تقدري تضيفي بس تكون بهارات ما تعليش قوي معاكي، وتحطي الملح. وهقول لكم على حاجه مهمه قوي هتخلي الحواوشي بتاعك ده حلو قوي، وهتقلبي كل ده في بعض. ليه الدقيق يا سوبر ماما؟ علشان الحواوشي بتاعك او اللحمه تبقى متماسكه قطعه واحده كلها متساويه، ما يبقاش متفتفت جوه رغيف الحواوشي. الدقيق ده بيمسك لك اللحمه المفرومه وبيخليها قطعه واحده كده زي الرغيف. قلبنا كل ده وحطينا الملح بتاعنا ظبطناه، وما تقلبيش جامد قوي عشان الطماطم معاكي ما تنزلش ميه. وهتجيبي معلقتين بقى او 3 معالق كبار سمنه من اللي احنا عاملينها اللي هي ليه الخروف او الدهون، حته الليه او الدهنه اللي بتجيبيها مع اللحمه من عند الجزار الحلوه دي. لازم الحركه دي عشان الحواوشي بتاعك يديكي ريحه تجيب اخر الشارع ويقول لك تسلم ايدك. حطي كمان معاهم حبه زيت، لو ما عندكيش حطي سمنه عاديه بقى وخلاص، بس يفضل طبعا السمنه اللي انا قلت لك عليها دي عشان بتودي الحواوشي في حته تانية خالص. الحواوشي بتاع بره دايما بيطلع مميز غير بتاع البيت عشان بيحطوا له ليه او الدهون بتاعت اللحمه دي بيسيحوها، وانا كمان بحط عليها قشطه او سمنه بلدي وبقلب الاتنين في بعض، فبتطلع طعمها حلو قوي، ما بتبقاش طعمها او ريحتها نفاذه قوي زي اللي هي بتتعمل ليه بس او دهون بس. اقول لكم بتودي الحواوشي في حته تانية خالص. انا على طول بعمله كده. هو عمال يقول لي ايه المختلف؟ هقول لكم انا ايه المختلف شويه في الحواوشي بتاعي المره دي ان انا حطيت حبه حب زياده، حبه رعايه زياده، طاقه بقى كل واحد وطاقه. كتري البصل معاكي شويه عشان يكتر الكميه، تحطي كميه الدهون دي، ما تقوليش ان اللحمه فيها دهون. مكعب المرقه ما دابش معايا لان اللحمه كانت متجمده، وكان ده احسن حاجه لان الطماطم ما تسحش مني. الملح انتوا عارفين بيخلي الطماطم تنزل ميتها بسرعه، لكن اللحمه عشان كانت متجمده شويه ده اللي خلى الطماطم بتاعتي تفضل يعني متماسكه لحد ما اروح بقى الفرن وابتدي بقى اشتغل. خليته بقى يديني بقى طاوله عيش، وابتديت ارص بقى، وخليت الحواوشي بتاعي بقى المره دي برضو زودت اللحمه، يعني الرغيف ما خليتهوش فاضي قوي، خليت بقى الرغيف مليان. يعني ما شاء الله كان 4 تنفار عند جوزي في المحل من ضمنهم جوزي، واحنا في البيت يعني تقريبا 10 تنفار. اكلنا اكله الحواوشي الحلوه دي. رصيت العيش بتاعي بقى وخلصته، وجبت كنت جايبه معايا بيضتين من البيت، 2 بيضه يعني، حاطه عليهم حبه فابريكا ومقلباهم كويس ونقطه ملح وحبه فلفل اسمر، ضربتهم ودهنت العيش بتاعي من فوق، فردت عليه كله علشان يديني اللون الحلو اللي يخلي الراجل ما يرشش عليه ميه، ويبقى الحواوشي بتاعي مختلف عن الحواوشي اللي الناس كلها كانت عامله. انا كنت فخوره بنفسي وفرحانه بنفسي، انا كسوبر ماما انا كنت مبسوطه. وعلشان اخر يوم رمضان انا عملته بره لان العدد ما شاء الله يجعله في ميزان حسناتي الناس اللي انا فطرتها دي كلها. بيقول المال الحلال اهو، العفش بتاعي اهو، انا كان الحواوشي بتاعي اهو، المال الحلال اهو. يعني ما شاء الله. عايزه اقول لكم المحل كان مليان ناس. انا كنت تقريبا قبل الاخيره كده ب2 ولا حاجه، المحل لا دول كانوا قليلين. انا دخلت انا قلت مش هلاقي مكان ومش هعرف اعمل الحواوشي بتاعي، يعني كنت بعمله بسرعه جدا لاني كنت خايفه ملح. ويا دوبك روحت من هنا والمغرب كان أذن عليا من هنا، حطيت بسرعه الاكل لجوزي واللي شغالين معايا والموجودين معايا في الشغل،
ووديناهم له، ومفيش 10 دقايق كل الحواوشي واتصل بيا قال لي تسلم ايدك، ده انا كنت غلطان، الحواوشي جامد قوي، انت عاملاه ازاي المره دي؟ قلت له والله زي كل مره، بس الزياده شويه ان انا زودت اللحمه، خليته مليان لحمه كده علشان لما ياكل يحس ان هو بياكل لحمه. انتوا عارفين ان الرجاله بتشقى وبتتعب، بتبقى عايزه تاكل اكله حلوه غير الستات، يعني الستات ممكن تاكل اي حاجه هتوفر فتقلل كميه اللحمه. زي ما انتوا شايفينه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كنت ماشيه اخر واحده وخايفه بقى عماله اجري، يا رب يا رب يا رب المغرب ما يأذن. لما اروح فرحتوني باللايك والمتابعه ولا لسه، حضرته لهم بقى هو سخن مولع كده ووديته لهم بالهنا والشفا. وقد كان هنا بقى اللحظه الحاسمه، انا وولادي عايزين ناكل حواوشي، وقعدنا بالهنا والشفا، والولاد قعدوا يقولوا لي تسلم ايدك يا ماما، الله حلوه قوي. قلت لهم ربنا يبارك لي فيكم ويديكم الصحه وراحه البال ويخليكم ليا يا رب. زي ما انتوا شايفين القرص الحواوشي من جوه كامل كده مش مفتفت، والشكل من فوق شكله حلو قوي، والطعم كان روعه. اما البيض بقى مخليه شكله وطعمه حلو وعاطيله طريان كده، ومخليه ايه حلو كده، تحس ان انت بتاكلي حاجه حلوه قوي. تنسوا تصرحوني باللايك والمتابعه والشير يا اجدع ناس في الدنيا.